السلام عليكم. معكم لاعب اسماعيل قرنوط، ألعب في نادي جي اس ار المضنية دو. في عمري 14 سنة، أقرأ السنة الثانية متوسط. أسكن في شراربة. شافني يعيط لي، وبعد كي رحت للدار تاني قال لي نورمال وبعد شجعوني ودخلت تاني نلعب عنده دركا. الحمد لله، رئيس رائع ومدرب رائع، شجعونا وانا جايبينها وانا لاعبين بزاف لي ماتش، ما عندنا بزاف ما خسرناش، نلعبوا ندربوا وما عندنا سطات تاني ندربوا في التيف. رغم أننا نلعب في ملعب تراب، هو ما عندوش أرضية مليحة، وانا ندربوا الحمد لله ونجيبوا فيه نتائج مليحة، وهذا بشكر الرئيس رحيم والمدرب يحيى الذين هم يتعبون كثيرا علينا، نشكرهم بزاف. معكم رئيس فريق النادي الرياضي المضنية زوج. عندنا ان بون طالون في ليكيب الحمد لله، رغم نقص كل الامكانيات يعني البسيطه. الحمد لله قدرنا باش نكونوا فريق يعني اخوي، وفريق يعني اللي يحقق نتائج مبهره رغم نقص الامكانيات. يعني حتى ملعب وين يتدربوا ما عندهمش. رغم ذلك قاومنا كل شيء، نتدرب فوق الأرضية الترابية ورانا نحققوا في نتائج جد مرضية. اللاعب قرنوط اسماعيل لو كان يعني نلقاو الإمكانيات نشوفوه في المنتخب الوطني رقم 1. وتذكروا جيدا معي هذا الاسم، قرنوط اسماعيل، اللاعب ما شاء الله. يعني يلعب في بلاصه يعني بلا امكانيات بلا والو، وقدرنا يعني نلحقوا. لعبنا مع بزاف لي تورنوا هكذا، وين يروح يقدم اداء، وين يروح يزكيوه الله يبارك، حسن الخلق ديالو. واش نقول لك، يلعب لعب تاع كبار الله يبارك، يلعب لعب جماعي ما شاء الله يعني وسط ميدان. شوف بلا امكانيات بلا والو يعني، وما شاء الله والله غير ما شاء الله، الله يبارك، ربي يحفظه على كل حال من العين. وين نروحوا يعني كاين نقدر نقول لك يجوا بزاف يتفرجونا الفريق ككل وشنو مخصص، الله يبارك، وين يروح يدي معها شعبيه.